سلام سلام، نتمنى من الله تكونوا كلكم على خير وبخير وفي صحة جيدة يا ربي، ويلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة. اليوم جيت نحضر معكم بغرير ناجح 100%. كما كتشوفوا كيجي محمر، كيجي مجعد، بغرير الشهدة 100%. غير تبعوا الفيديو من الأول حتى الأخير باش ينجح معكم البغرير ويجيكم على هذا الشكل. كيجي رائع، كيجي خفيف خفيف وبنين بنين، ما تشبعوش منه، خفيف في الأكل ديالو، ما كيجيش مدقص، ما كيجيش ثقيل، كيجي خفيف وكيجي رائع. والاهم من هادشي بدون سميده وبدون دقيق ابيض، صحي 100%. غير بالفينو حضروا هذا البغرير الرائع على بركه الله. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. هنا في واحد الاناء كنضيفوا انا ضفت هنا 6 ديال الكؤوس ديال الفينو، كيلو ونص ديال الفينو. نتوما الا بغيتو ما غتضيفوش هذا العبار هذا، غتنقصوا الكميه. انا ضفت 6 الكؤوس ديال الفينو. نتوما الا بغيتو تضيفوا غير 2 كؤوس ولا 4 ولا 6 لكم الاختيار. غير هو الكاس اللي غادي نعبروا به الفينو غادي نعبروا به الماء. الا عبرتوا بالزلافه الا عبرتوا بالزلافه الفينو غتعبروا الماء بنفس الزلافه. عبرتوا بالكاس غتعبروا بنفس الكاس. هنا انا ضفت معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الملحه، ضفت معلقه كبيره وشويه اولا معلقه كبيره مبومبيه ديال الخميره الحبيبات ولا خميره المعجونه. صافي، هادو هما المقادير. وجوج خمارات غادي نخليوهم حتى الاخير. الخمارات لحقاش غادي نطحنوا الخليط ديالنا، ضروري حتى الاخير عاد تضيفوا الخمارات. كما قلت لكم الفينو الا بغيتو ما غديفوش نتوما هاد الكميه هادي، يعني اسره قليله، غادي تنقصوا الكميه ولكن بالكاس ولا بزلافه. غتضيفوا 2 زلايف ديال الفينو، غتضيفوا 3 ديال الماء، اولا 2 كؤوس ديال الفينو غتضيفوا 3 ديال الماء. انا هنا ضفت 6 الكؤوس ديال الفينو و9 ديال الماء ونص، لحقاش الكاس ما كانش مملوء مزيان. ضروري الكاس تملؤوه مزيان بالماء باش يجيكم العبار هو هذاك. ويقدر كاين الفينو اللي كيكون كيشرب، يقدر الخليط ديالكم ملي طحنوه وتخليوه يرتاح شويه وتجيو طيبوه، يقدر الخليط يشرب لكم شويه. هاد العبار ديال الماء راه كيجي هو هذاك. انا الخليط شرب لي واحد شويه، زدت الخليط واحد نص كاس ديال الماء حتى خمر لي الخليط. ضفت هنا كما قلت لكم 6 الكؤوس ديال الفينو، 9 الكؤوس ديال الماء. كل 2 كؤوس ديال الفينو كيمشي معاهم 3 الكؤوس ديال الماء. هاد العبار راه كيجي هو هذاك. دابا الخليط ديالنا هو واجد. دابا غادي نطحنوا الخليط ديالنا. انا عندي كميه كثيره، غادي نقسم الخليط ديالي على 2 وغادي نطحنوه. بالنسبه للمده ديال الطحين 3 دقائق بالحساب، ما تفوتوش 3 دقائق، لحقاش الفينو كيكون دغيا كيتطحن. 3 دقائق راه كافيه. كطحنوا هكا الخليط ديالكم 3 دقائق فقط. صافي، انا قسمت الخليط ديالي كما قلت لكم على 2. كنطحن الكميه الاولى وعاد كنطحن الكميه الثانيه. قلت لكمش الماء ما يكونش سخون، يلا يكون دافي، يلا مهرس. ما تضيفوش الماء سخون باش ما يخسر لكمش الخليط. ضروري الماء يلا يكون دافي. صافي، هنا من بعد ما طحنت الخليط ديالي حتى الاخير، غادي نضيف داك الخمارات حتى الاخير. وصافي كنضرب هكا غير 2 ديال الضربات، غير كيتخلطوا لنا داك الخمارات وصافي. صافي، هانتوما انا ما حبستش معكم اللقطه. صافي، دابا الخليط ديالنا واجد. صافي، هانتوما الخليط كيف رجع خفيف من بعد ما تطحن، كيخفاف. هانتوما الخليط راه خفيف. الخليط ديال البغرير خصو يجي على هذا الشكل باش ما يجيكمش البغرير ديالكم ثقيل، باش كيجي البغرير ديالكم خفيف. هنا غادي نخليو الخليط ديالنا يرتاح 10 دقائق بالحساب. ما تخليوش الخليط ديالكم حتى يخمر بزاف، لا، غير 10 دقائق وغادي ندوزو نطيبوا البغرير ديالنا. هانتوما الخليط ديالنا راه تقال واحد شويه، راه تقال واحد شويه. بالنسبه للخليط ديالكم، انا هنا بان لي ثقيل واحد شويه، زدتو نص كاس ديال الماء، واحد 50 مليلتر ديال الماء.
نتوما غتضيفوا البغرير ديالكم في المقله وتشوفوا الا جاتكم النتيجه كيف كتبغيو، غتخليو الخليط ديالكم على داك الشكل. والا بان لكم الخليط ثقيل وداك الفقاعات كيجيوكم هكا غلاظ، غتزيدوا هكا شويه ديال الماء، غتزيدوا هكا واحد 3 المعالق وتشوفوا الخليط ديالكم وانتم كطيبوا وانتم كتشوفوا. ها انتم البغرير ديالنا راه ناجح 100%، غزال، كيجي مجعب وكيجي خفيف كما قلت لكم، كيجي رائع رائع. هنا انا ما سرعتش الفيديو، خليت الفيديو كما هو باش تشوفوا النتيجه. ها انتم البغرير ديالنا كيف كيجي ناجح. وخليوه هكا حتى كيتحمر من التحت باش كيجيكم محمر وكيجي زوين. وبالنسبه للعجين، ما تضيفوش العجين بزاف في المقله باش ما يجيكمش البغريره ديالكم غليظه وما كتجيش زوينه، ما كتجيش خفيفه. ضيفوا العجين غير العبار باش ما تجيكمش البغريره هكا غليظه وتجي ثقيله. ها نتوما انا راني ما سرعتش معكم، غنزيد معكم وحده تشوفوا. وضروري الخمارات تخليوهم حتى الاخير باش كيعطيو المفعول ديالهم كتر. الا ضفتوهم في الاول مع الطحين كيمشي لهم الجهد ديالهم، مع الماء سخون كيمشي لهم الجهد ديالهم. ضروري الخميره الخمارات ديال الحلوى تخليوهم حتى الاخير وعاد ضيفوهم. وصافي كنستمر على هذا الشكل حتى كنكمل الكميه ديالي كامله. تبارك الله راه عطاتني كميه كثيره. نتوما بطبيعه الحال ما غديروش هاد الكميه هذه، غديروا غير النص ديال الكميه، ديروا غير 4 الكؤوس ولا بالنسبه لي كانوا غير 2 ديال الافراد، غير 2 ديال الكؤوس كافيينكم. والبغرير ديالكم ملي تحيدوها من المقله، ملي طيبوا تحيدوها من المقله، ضروري دهنوها بزيت الزيتون اولا دهنوها بالزبده. واللي ما كيعجبوش بالزبده اولا بزيت الزيتون كيبغيه غير هكاك ناشف، غتفرشوا واحد المنيدل وغتديروا البغرير، غتستفوا البغرير ديالكم على المنيدل حتى كيبرد تماما، وعاد كتجمعوه وكديروه هكا في طبق التقديم. ما ديروش وحده فوق وحده وهو سخون. الا درتو وحده فوق وحده وهو سخون راه كيتعجن. من الاحسن ديروه هكا على منيدل حتى يبرد وعاد تقدموه. وهذه هي الكميه ديال البغرير اللي حصلت عليها، كميه وفيره. والنتيجه هي هذه، كيجي محمر، كيجي مجعب، كيجي بحال الشهده، كيجي ناجح 100%، وخفيف خفيف خفيف خفيف. وفي الاكل يا سلام كيجي غزال. غير تبعوه على هذه الطريقه
وان شاء الله غادي ينجح معاكم. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بواحد اللايك وبواحد التعليق زوين. واللي اول مره كيزور القناه ديالي ما تنساوش اشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله.